أهلين وسهلين، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا مروقين. اليوم جيتكم بوصفة من لبنان بلد العراقة. جينا اليوم بوصفة التبولة اللبنانية وبأيدي تونسية إن شاء الله باش نعملوها مع بعضنا. وهذا ما المقادير كما قاعدين تشوفوا. عنا الخضرة اللي هي بصل أخضر، نعناع أخضر كيف مش مجفف، وعنا بقدونس أو معدنوس، كعبة طماطم وقارصة أو ليمونة. هذه مقادير مضبوطة يعني شوية مش برشا، يعني لو كنت تحبوا تضاف الكميات باش تعملوا بإذن الله يعني طبق أكبر. وعنا البرغل الرقيق أو شويد، وملح وزيت زيتونة دبس رمان اللي هو يكون فيه شوية حموضة هكا بنين، والسماق هذاك يعني مش حاجة أكيدة نجموا تستغنوا عليه. كما تشوفوا هوني عندي البرغل الناعم أو الرقيق، حطيت فيه زيت وليمون وقاعدة نخلط فيه، يعني قاعدة نخلي في الأمور كلها تتجانس وزيت ما دافي هذا الكل باش نخليه باش يكون كما نقولوا احنا مثل الصوص او الصلصة اللي هي غارنيتور، معناها باش تتحط في وسط السلطة. يعني اول حاجه نعملوه ونخليه يشرب الماء نتاعو هكاك، خاطر كما تعرفوا البرغل قاسي شويه، فكي يشرب الماء الدافي والصوص اللي حاطيناها فيه باذن الله يتجانس ويعطي تكستشر هذيك الليكويد او الليكيد. هنا قصيت البصل كما شفتوا رقيق، وكيف هنا عندي البقدونس او المعدنوس نحي فيه من الاغصان نتاعو لانه نحبه اوراق فقط باش ما تعملش المراره هذيك. وكيف باش نقصوا رقيق، باش نقصوا جويد لانه السلطه هذه تحب الخضره تكون رقيقه، يعني ما نشوفوهاش فقط في وسط السلطه. وصدقوني من أبان الحاجات اللي كل مرة نسمع تبولة وخليني جرب، فجربتها المرة هذه وبالحق من أطيب الأطباق ومن أحسنها وصحية معناها. كما تشوفوا سرعت في فيديو باش تنجموا تفهموا معناها فيش قاعدة نعمل. وهنا كيف النعناع بنفس الطريقة، يعني ما فماش حاجة تختلف. لكن حبيت نحكي على تسمية التبولة اللبنانية، هي اشتقت من تبل بمعنى إضافة البهارات للأكلة أو التتبيلة، فهذاك عليش اسمها تبولة، لأنه فيها تبهير أو فيها تتبيل الأكل. وكذلك تاريخ التبولة تعود لجبال الشام، لأنه التبولة فما تبولة شامية وفما تبولة اللبنانية، وكل واحد وطريقته، لكن هذه اختصاص لبنان. والكلهم يعملوا تبولة يعني في بلاد الشام. وهي من أحسن السلطات، من أحسن أنواع السلطات بالحق بنا والله. وكيف قديمة المنشأ، يعني ما هيش حاجة جديدة على أهل الشام، منذ قرون تعاملت، وكانت تتكون من الأعشاب البرية والبرغل تضاف لها بعد، يعني كان وقت اللي دخلوا الزراعة على المحصول أو المنتجات اللي يعتمدوها الناس القدماء. فهذا هو. هوني كما قاعدين تشوفوا قاعدة نقطع في الطماطم، كيف زاد الطماطم نبرجوها هكيك أبراج وبعديك باش نقطعوها تقطيع رقيق. نفس الشيء، يعني السلطة هذه تحب الخضرة تكون رقيقة، تكون الشويدة باش تعطي جمالية أكثر للطبق وتزيدوا بنا. فالطماطم كيف لازم نقطعوها شويدة باش يقولوا احنا تعطي زينة. وما شاء الله بالحق قد ما نوصف لكم البنة متاع الطبق هذا ومنعش، خاصة يعني منعش، وللناس اللي تحب على الحاجة صحية هذه من أبن السلطات ومن أكثرها يعني نفع للجسم.
وما فيهاش كالوريز، ما فيهاش سعرات حراريه، يعني سعرات الحراريه متاعها قليله لا تعد. وانا كما قاعدين تشوفوا قصيت كل شيء وتوقعت نعرف في التتبيل واش تكون لنا تبوله. حطيت السماق هذاك اللي باش يسالني على السماق، هو كما نقولوا احنا البتراف لكن مجفف، ودبس الرمان والبرغل، الصوص متاع البرغل هذيك الكل خلطها في بستو. ولا غبار على تاريخ لبنان ولا غبار على أكل لبنان صراحة، والله العظيم ما كنتش نتصور بالبناء هذه بنينة تبولة. جربوها بالحق. وما تنسونيش من سبسكرايب، وكان عجبكم الفيديو عملوا لي لايك وكومنتير واحكيوا لي كان جربتوها ومين جربتوها. يعني خاطر صراحه فما ناس قالوا لي جربناها في بلايص في اماكن ما عجبتناش، وفما ناس جربوها عجبتهم، فشاركوني تعليقاتكم. وكان تحبوا انواع من هذه الفيديو على سلطات معينه من كل بلاد كيف زاد قولوا لي، باذن الله نعاود نشارككم انواع اخرى من السلطات والحاجات اللي تعجبكم ان شاء الله. وهذا هو ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. هذه وصفتنا لليوم تبوله اللبنانيه، ان شاء الله تكون عجبتكم. وان شاء الله ملتقانا في فيديو اخر مع وصفه جديده من بلاد اخرى، وان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم. باي باي.